اهلا بيكم في الفيديو التاني من سلسلة ربط بوابة الدفع بالويب سايت بتاعنا من غير الووكوميرس. تعالوا في الفيديو ده بقى نشوف الداشبورد بتاع بايموب ونعرف الحاجات اللي موجودة فيه وازاي نقرا الدوكيومنتيشن بتاعنا والكلام ده كله. طيب انا دخلت لأول مرة على بايموب، مش فاهم حاجة، فطبيعي اللي انا هعمله ان انا هبتدي افتح التابس دي واللينكات دي واحد واحد واشوف كل حاجة بتعمل ايه. وقبل ما اعمل كل ده محتاج افتح الدوكيومنتيشن عشان اشوف الربط بتاعي هيتم ازاي. طيب انا فتحت كل ده قبل كده وشفته. بس خلينا نبدأ من الاول خالص كده. انا عملت اكونت جديد، وطبعا عشان تعمل لايف اكونت محتاج يكون عندك فاتورة ضريبية ومحتاج تسجل معاهم اوراق، يعني مش عارف ايه هي، عشان تقدر تاخد فلوس او تكولكت فلوس اونلاين. فانا عملت اكونت تيست، هما بيتيحوا ده ان انت يبقى عندك تيست اكونت. انا مش شغال على اللايف، فالتيست هو بيديني ارقام كروت اقدر اتست بيها، مش بتست بفلوس حقيقية. فده التيست اكونت اللي انا شغال بيه. اول حاجة هنا عندنا في الهوم دي اوردرات عملتها قبل كده، في حاجات ديكلايند وحاجات سكسسفول، واحنا بيبقى لينا ال يعني كديفلوبر ليك تختار الاوبشن انت عايزه يفيل عايزه يسكسيد براحتك، انت اللي بتختار ده عشان تقدر تتست. فخلينا بقى نفتح كده الحاجات الاساسية اللي احنا عايزينها، وهي الديفلوبرز. هنا في البيمنت انتجريشن، البيمنت انتجريشن هنا انا لقيت ان دي الاوبشنز بتاعت الدفع اللي انت مختارها. انا هنا عملت بيمنت انتجريشن اسمه اونلاين كارد، ده اللي بيتيح لي ان انا استخدم الكارت. تمام. عندي لو عملت اد كده اقدر اشوف الميثودز التانية في باي بال، موبايل وولت، الحاجات التانية اللي موجودة. فانا كان موجود هنا في الدروب داون دي الاونلاين كارد، بس انا اخترته فخلاص ما بقاش موجود عشان انا اوريدي عملت الاوبشن ده اللي هو الاونلاين كارد. وفي اوبشن كمان وانت بتعمل له كرييت بتقدر ان انت تعمل اديت على الكول باك ده، وده ويب هوك انا عملته من هنا من الويب هوك دوت سايت، علشان اقدر اشوف الريسبونس بتاعه قبل ما ابني كل الكلام ده على الويب سايت بتاعي. فده اول ما اي حاجة بتحصل بيبعت لي على الويب هوك ده. طيب الحاجة التانية، تعالوا نفتح الدوكيومنتيشن. والحاجة اللي انا محتاج اعملها دلوقتي هي التشيك اوت، فانا هفتح التشيك اوت. جابني هنا في الدوكيومنتيشن بتاعهم في التشيك اوت اول حاجة intention payment API. فده بقى بيشرح لي بالتفاصيل ايه اللي المفروض بيحصل علشان اخد الريسبونس واخد الكلاينت سيكريت عشان اعمل اليو ار ال اللي المفروض اعمله. فلو بصينا هنا كده واحدة واحدة كده، اول حاجة بيقول لي انا عندي هنا كده كده الكيرل ميثود اللي انا ممكن اخدها كوبي واحطها في البوست مان. بس خلينا ناخدها واحدة واحدة. هم هنا عندهم كمان البوست مان كوليكشن، انا عملت لها داونلود، وده نزل لي كل الحاجات اللي ممكن اعملها بالاي بي اي عندهم. فهي دي الحاجات وبتكون جاهزة ممكن تقدر تتست عليها، بس احنا مش هنستخدم ده دلوقتي. فاول حاجة ان احنا هنعمل بوست ريكويست على الريكويست ده. بعد كده البودي، بيقول لي ان البودي المفروض هيبقى فيه هنا النوتيفيكيشن يو ار ال. النوتيفيكيشن يو ار ال ده ويب هوك بيكون عندك، ده اللي احنا هنعمله على الويب سايت بتاعنا، اللي لما البيمنت بينجح هيبعت لك عليه يقول لك بيانات الدفع اهي، اللي تقدر من خلالها تتشيك البيمنت نجح ولا حصل له ديكلاين. فدي حاجة أساسية، تحط الويب هوك اللي احنا هنعمله على الويب سايت. احنا هنعمل اول تيست، مش هنيجي ناحية الويب سايت خالص، وبعد ما نخلص التيست بتاعنا ونتأكد ان كل حاجة شغالة هنبتدي نعمله على الويب سايت. فالويب هوك بتاعي ده انا هستخدم ويب هوك دوت سايت علشان اتست بيه، يجي لي هنا الريسبونس بتاع الويب هوك عشان اشوف الداتا اللي انا عايزها. وبعد كده redirection URL ده اللي هنحط فيه ال thank you page بتاعتنا على الويب سايت. فده برضو هنحط اي حاجة دلوقتي زي ما هم عاملين كده جوجل دوت كوم مثلا عشان نتست، وبعد كده لما نعمل الويب سايت هنحط الثانك يو بيج بتاعت الويب سايت. طيب بعد ما نعمل الكول دي
دي طبعا بوست، ده بوست ريكوست. بعد ما نعمله هيجيلنا ريسبونس. الريسبونس ده موجود فيه حاجة اسمها client secret. الكلاينت سيكريت ده انا محتاجه عشان اعمل ايه بقى؟ طبعا دي شوية نوتس ممكن تقروها. هو هنا بيقولك ازاي ممكن تستخدم webhook.site. ده اللي احنا هنعمله، ان احنا ناخد اللينك بتاع الويب هوك بتاعنا ونحطه. بس اوريدي اصلا كان المفروض يحط دي فوق التانية، بس ما علينا. وهو ادي الويب هوك، قالك هتحطه في البيمنت انتجريشن علشان تتست عليه او يبعتلك لما يحصل الدفع. بعد كده عندنا الستيب رقم 3، دي مهمة جدا لان ده هو اللينك اللي احنا هنبعت عليه اليوزر. فلو بصينا كده هنلاقي accept payment paymob.com وشوية حاجات. بعد كده بيقولك البابليك كي بتاعك. البابليك كي ده هنجيبه من على الداشبورد بتاعت paymob. تعالوا كده ندخل هنا. لو رحنا على settings هنلاقي ان انا عندي API key secret key public key. هو البابليك كي ده اللي احنا هناخده. طيب خلي ده دلوقتي. بعد كده بعد ما احط البابليك كي بتاعي في client secret اللي احنا لسه جايبينها من الريسبونس اللي هو ده. فبعد كده هنحطه في اللينك ونبعت اليوزر على اللينك ده علشان يدفع. ادي بيعيد تاني client secret. دي صفحة الدفع. هتلاقي هنا بيانات المنتج اللي هو بيشتريه، وهنا المكان اللي هيدخل فيه الكارت بتاعه ويدوس pay. هيطلع له thanks for your payment لو الدفع نجح. هتطلع هنا علامة حمراء والpayment declined مثلا لو هو الدفع فيه مشكلة. وهنهندل احنا الموضوع ده بعد كده بعد الريسبونس ما يطلع من بيموب. فخلينا اول حاجة نعملها ان احنا ناخد الريكوست بتاعنا ده ونحطه على بوست مان ونعمل التست بتاعنا. طيب اول حاجة زي ما شفنا قبل كده احنا عندنا هنا في الديفلوبرز خلينا ندخل على payment integration. هنا انا عملت البيمنت ميثود اللي انا هدفع بيها، وهنا عندي اي دي عشان هحتاجه، عشان الاي دي ده هنحتاجه ولازم نكون حاطين الويب هوك بتاعنا هنا. تعالوا نتأكد كده. اخرها A0 اهو، اخرها A0. هو ده عشان لما ادفع يجيلي الريسبونس عليها. طيب اول حاجة بقى تعالوا ناخد ده كده كوبي، وهروح على البوست مان واعمل امبورت، احطه زي ما هو. تمام، انا مش عايز اسيف فهدوس كده. تمام، هو حط لي ال URL. بعد كده عندي في الهيدر authorization. الاوثورايزيشن ده انا مش عارف ده ايه. اعرف منين الاوثورايزيشن ده ايه؟ اكيد من الدوكيومنتيشن. طيب فلو رجعنا كده خلينا نطلع فوق تاني اهو. بيقول لي الاوثورايزيشن اهو ده عبارة عن ايه. آه you can create payment، ده اسمه secret key. يبقى انا محتاج في الاوثورايزيشن احط السيكريت كي. انا مش هجود من دماغي، انا معرفش ايه اللي هيتحط في الاوثورايزيشن. يعني انا مش انا اللي عامل باي موب. فباجي على الدوكيومنتيشن اشوف ايه الحاجه اللي انا محتاجها واروح اجيبها. تمام، ده الاي بي اي ماشيه كده عموما، او حياتنا كديفلوبرز ماشيه كلها كده. انا ما بحفظش حاجه، انا بعرف ازاي ادور عن معلومه. لازم نعرف ازاي ندور. فانا هروح ادور على السيكريت كي عندي على الداشبورد واجي احطه في الاوثرايزيشن. طبعا كلمة توكن دي ثابتة، واول ما اشوف السيكريت كي بتاعي هلاقيه بيبدأ بالاس كي دي وتست، عشان احنا في التستنج انفايرمنت. فلو رحت كده هنا هنروح على السيتنجز، هلاقي هنا عندي سيكريت كي. فانا هفيو ده، هعمل كوبي وهرجع هنا على البوست مان واحط بقى السيكريت كي بتاعي من اول هنا. بيست، ده السيكريت كي بتاعي. هروح على البودي. هو حاطط لي هنا الريكوست كان فيه كل حاجة موجودة، فأنا هغير بس الحاجات اللي أنا عايز أعملها عشان أتست. طبعا هنا في الدوكيومنتيشن لو شفنا هو ده بالسنت، يعني 2000 سنت. أو لو احنا مثلا احنا الكرنسي هنا هتبقى اي جي بي اللي هو جنيه مصري، فيبقى دول 2000 قرش. ف2000 قرش اللي هي تقريبا هتبقى 20 جنيه، مش 2000 جنيه. لو أنا عايزة 2000 جنيه المفروض دي تبقى 200 ألف. يعني اعمل 200 ألف.
طيب هنا لو بصيت بقى عندي الاماونت ده هو توتال الترانزاكشن كلها. انا ممكن ابقى بشتري تو برودكتس او اكتر، ممكن ابقى بشتري برودكت واحد. ففي الحالة بتاعتنا انا بشتري برودكت واحد بس. عموما لازم الاماونت يكون بيساوي التوتال بتاع الايتمز. يعني لو انت عندك 2 items 3 items ايا كان، التوتال بتاعهم لازم يساوي توتال الرقم ده. فهنا برضو هعمل 200,000. ماشي، هنكتب هنا ووردبريس كورس. البيمنت ميثود ده الاي دي بتاعها اصلا مش هو ده. فخلينا نرجع كده، هنروح على في الديفلوبرز اهي، ده الاي دي بتاع البيمنت ميثود بتاعتي. هاخده كوبي واروح احطه في البوست مان برضو هنا اهو. بعد كده الايتم ديسكريبشن، طبعا هحط الديسكريبشن بتاع البرودكت بتاعي. كوانتيتي، بما اني ببيع كورس فهو دايما هيفضل واحد. بعد كده بحط البيلينج داتا. انا مش محتاج طبعا الابارتمنت، مش محتاج دول كمان. شيل الحاجة اللي انا مش محتاجها. مش محتاج country و city بما اننا هنبيع في country واحدة بس. مش محتاج دول كمان. طبعا لو محتاج حاجة منهم خليها وتكولكت المعلومة دي من اليوزر بتاعك بالفورم. فخلينا نغير الايميل ده كده، والرقم ممكن نحط اي رقم تاني كده. واسيب الاسم واللاست نيم، الفيرست نيم واللاست نيم. الاكستراز انا مش محتاجها، بس لو عايز اعرف الاكستراز بتعمل ايه ممكن ادخل على الدوكيومنتيشن واشوفها. السبيشال ريفرنس ما عنديش سبيشال ريفرنس فهشيله. الاكسبيريشن دي المدة اللي بيفضل عليها البيمنت بيج مفتوحة قبل ما، يعني خلينا نقول ايه، انت متاح لك ساعة مثلا، الساعة البيمنت بيج مفتوحة. بعد الساعة لو جيت تجرب ان انت تدفع هيقول لك البيج expired. فده المدة الساعات او الدقايق اللي انت هتخليها مفتوحة لليوزر. طبعا لو انت عايز تقلل ممكن تقلل، دي ثواني مش دقايق، 3600 ثانية. طيب النوتيفيكيشن يو ار ال ده اليو ار ال بتاعي، خلينا نختار ده بحيث ان انا لما البيمنت ينجح يجي لي على اليو ار ال ده. بيست، وخليه الريدايركشن هيكون على جوجل لما البيمنت ينجح يعني. خلينا نعمل سند كده. هنا طبعا هو بعت لي حاجات كتيرة بقى اهو، زي ما شفنا في الدوكيومنتيشن هنا اللي احنا محتاجينه اسمه client secret. خلينا كده نشوف فين الكلاينت سيكريت اهو. فانا محتاج الكلاينت سيكريت ده، محتاجه عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل اليو ار ال. طيب تعالوا نجيب اليو ار ال كده اللي هما كانوا قايلين عليه ونشوف ازاي هنعمله. ده اليو ار ال بتاعه. خليني افتح كده، وهنا محتاج البابليك كي. ارجع على السيتنجز، نجيب البابليك كي بتاعي. كده كده البابليك كي بيبقى ظاهر للناس كلها فده حاجة بابليك. الكلاينت سيكريت بقى هو اللي بيتغير مع كل اوردر بيتغير. فانت لو جيت تعمل لنفس اللينك تاني تعمل له ريلود مثلا، هتلاقيه بيعمل فيل ان هو مش هيدخلك في حتة. خلينا نيجي كده على البابليك كي ونحط البابليك كي بتاعنا. وبعد كده عندنا client secret هناخده من هنا ونحطه بعد الايكوال ودوس انتر واشوف هيدخلني فين اهو. قال لي الاماونت 2000 جنيه، اسمه ووردبريس كورس، والايتم ديسكريبشن بتاعتي كوانتيتي واحد، كل الحاجات اللي انا دخلتها. طيب انا المفروض دلوقتي ادفع. تعالوا كده نعمل تاني ريفرش للصفحة دي. شغالة بعد ما الساعة دي تخلص. اول ما اجي اعمل ريفرش هنا او بعد ما ادفع مثلا، جيت خلينا ناخد ده كوبي عشان نجربه تاني بعد ما ندفع ونشوف ايه اللي هيحصل.
الكارت بقى، عشان اتست لازم اجيب الكارت بتاعي. ففين الكارت اللي انا اقدر اتست بيه؟ لو رجعت تاني في الدوكيومنتيشن هلاقي هنا في تيست credentials. لو فتحت هيقول لي في ماستر كارد، ده رقم الكارت، ده اسم الكارد هولدر، الاكسبيريشن والسي في في. لو عايز فيزا اهو برضو رقم الكارت والحاجات بتاعته. فكل الحاجات دي هتستخدمها عشان تتست من غير ما تدفع حاجة. فخلينا نروح نتست كده. انا مسجل الكارت اهو، اعمل باي. هو طبعا عشان مش كارت حقيقي، فهو هيجي يقول لي دلوقتي انت عايز البيمنت ينجح ولا عايزه يفشل، ولو فشل يبقى ايه الريسبونس بتاع الفشل بتاعه، decline ده عشان ايه. فهنشوف ده في الدروب داون اللي هتطلع دلوقتي اهو. هدوس كده، اول واحدة طبعا دي verification successful وكل حاجة done، يبقى الدفع تمام. والحاجات دي بقى كلها فيها الاوبشنز انت ممكن تتست عليها. فخلينا نقول ان هو نجح. هنشوف دلوقتي لما ينجح ايه اللي هيحصل. قال لي thank you for your payment، وهيعمل لي ريدايركت على جوجل زي ما احنا كنا قايلين له اهو، حولني على جوجل. طيب هنا بعت لي الانفورميشن اللي انا المفروض ادخل عليها واتشيك هل البيمنت فعلا نجح ولا لا قبل ما اعمل له اكونت على الويب سايت بتاعي. طيب انا محتاج اشوف سريعا كده. ده الاوردر اي دي طبعا، لو بصينا هنلاقي نفس الاوردر، اخره 712. تعالوا كده نشوفه اهو، اخره 712 هو الاوردر بتاعي. أه محتاج اشوف السكسس بتاعي فين. فهاجي هنا هلاقي مسج approved. طبعا انا ممكن اشوف يعني في كذا حاجة موجودة، بس يعني احسن حاجة انا شايفها مناسبة لينا هي المسج وان هي تكون approved. طبعا في حاجات تانية ان دي success مثلا. فاحنا بنشوف المسج بتاعتنا وناخد منها ان هي approved ولا لا. لو approved هعمل له account، لو مش approved مش هعمل له الاكونت بتاعه. فده كده كان التست بتاعنا عن ال API وازاي شغالة وازاي نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها سواء من الداشبورد او من الريسبونس بتاع ال API، ونشوف النتيجة اللي جاية لنا كمان عشان نعمل اكونت ولا ما نعملش اكونت. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف الويب سايت، هنشوف البلجنز اللي على الويب سايت والصفحات اللي انا عملتها والحاجات دي كلها، ونعمل بقى الامبلمنتيشن ده على الويب سايت. اشوفكم الفيديو الجاي.